يا صباح الورد والفل والياسمين على حبايبي المنورني من كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عملناه مع بعض. ان شاء الله اليوم بتاعنا بسيط جدا 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 جدا، واكلتنا مفيش اسهل من كده. يوم سهل وبسيط ولذيذ، وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم. انا بشارك معاكم الفيديو بتاعي اللي انا بعمله، او بشارك معاكم اكلاتي اللي انا بعملها يا بنات. يعني انا مش بعلم اي حد ولا اي حاجه، بس الفكره في ان انا بشارك معاكم افكاري. ممكن تعجبك فتاخدي بيها، ممكن ما تعجبكيش فتاخدي منها حاجه بسيطه. المهم ان احنا بنتشارك مع بعض اللي احنا بنعمله، بناخد افكارنا من بعضينا علشان نساعد بعض، بحيث ان احنا نكون بيوتنا جميله وحلوه، بان احنا بنشغل بالنا دايما بان احنا ان شاء الله هنقوم نعمل اكل ايه. بعد ما بنخلص اكلتنا في اليوم دوت بنيجي نفكر احنا هنعمل بكره ايه، يا ترى هنعمل ايه، هنسوي ايه. فبيشغل فكرنا دايما موضوع الاكل دوت، وبنبقى شايلين همنا فيه عامه. لكن ان شاء الله هناخد الافكار، نبدا ان احنا نوظفها بطريقه كويسه. نشوف الفكره ديت هتنفعني اخدها، مش هتنفعني كلها انا هاخد منها فكره بسيطه. نفس الحكايه، يعني عايزه اقول انت ممكن تطلعي بمعلومه بسيطه جدا، بس المهم انك انت نستفيد من بعضنا ونشارك مع بعض افكارنا، بحيث ان احنا نوصل للطريق اللي احنا عايزينه، او نوصل للمكان اللي احنا عايزينها عامه. انا هنا كنت جايبه معاكم او اشتريت طماطم مع اليوم اللي انا كنت عامله فيه بطاطس. في اليوم التاني بقى انا كنت قبلها كنت شاريه معاها طماطم برضو وكل حاجه، بس انا خدتها في تاني يوم بقى، بدات ان انا اسبك واعمل بقى الطماطم دي واخزنها والكلام دوت وكده. فانا هنا بدات ان انا اقطعها معاكم وانضفها معاكم. الطماطم كانت رخيصه وجميله جدا ما شاء الله. انا جايبه الكيلو ونص بالعشرة، وجامده وبالحه وحلوه بصراحه. تستاهل ان انت تجيبي دلوقتي وتخزني، ودي الايام الكويسه جدا اللي انت تقدري تخزني فيها لرمضان باذن الله. هتنفعك مستقبلا، وهتنفعك انك انت كمان ما تقفيش كتير في المطبخ بتاعك في رمضان، وانك انت تبقي فاضيه للعبادات بتاعتك عامه، او للروحانيات اللي انت بتحبي تعمليها في رمضان عامه. لو انت بقى هتقفي تعملي حاجه حلوه، ما تبقيش واقفه مجهود وانت صايمه، او انك انت بقى لو هتقراي شويه قران، هتعملي اي حاجه. المهم ان انت الوقت دوت حلو انك انت تخزني، وانك انت تبداي تجيبي وتشوفي الحاجه اللي انت ناويه تقدري تخزنيها وبتفرق معانا في المجهود والصحه والوقت وكل حاجه بصراحه. هنا زي ما انتم شايفين غسلت الطماطم الحمد لله، وبدات ان انا اغسل فلفل كتير حامي او شطه، وجبت كام بصلايه كده حلوين، وجزرايه. الجزرايه ديت بصراحه خارج النطاق، يعني عامه انا كنت بغسلها عشان خاطر تتاكل يعني. واللهم صل على حضره النبي. البصل اهو زي ما انتم شايفين. بدات برضو ان انا انضف، بخلص كل حاجتي اللي انا هعملها في الحوض، بحيث ان انا ما يبقاش الموجود عليا صعب. اخدت الحاجه وقعدت بيها على الارض عملتها، اخدتها وقفت عملتها على الرخامه. المهم ان انا اخلص منها عامه من الحوض عامه. هنا هو زي ما انتم شايفين بنضف البصل كويس وبغسله، وببدأ ان انا احطه في الصينية بتاعتي او في الطبق بتاعي عامة. هنا طب يا ترى هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض ان شاء الله اكلة بسيطة كده مع التخزين اللي احنا هنخزنه وكده، وهتبقى اليوم مثلا مليء بالوقفة والكلام دوت وكده. فما لقيتش اسهل من الاكلة اللي انا هعملها النهاردة عامة. هنا كده كنت خلاص خلصت الحمد لله. طبعا لو وصلتي معايا هنا لغايه هنا يا قلب اختك، فبالله عليكي ما تنسينيش بالاشتراك واللايك بتاعك، علشان بيدعمني وبيدخل السرور على قلبي. وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطر ان شاء الله، ويعطي كل واحد مساله اللهم امين، ويفك كرب كل مكروب اللهم امين. هنا بقى بدات ان انا اغسل الحله بس بتاعتي، عشان خاطر لو في حبيبات من الطينه او الرمل تتشال معايا. خلاص كده الحمد لله غسلنا الحله بتاعتنا. هنبدا بقى نشوف ايه اللي هنعمله على النار. هنا بقى رحت زي ما انتم شايفين كده على النار على طول، ولعت على الحله بتاعتي، وبدات ان انا اقطع تقطيع مكعبات صغيره او مربعات صغيره زي ما انتم بتحبوا تسموها. بدات ان انا اقطعها، وبعد كده هحط الماده الدهنيه بتاعتي اذا كانت سمنه او زيت، بس انا متهيألي هحط السمنه والزيت لان انا نسيت يا بنات. المهم انا هحط سمنه وزيت. ماشي. ليه بقى؟ لان انا حابه ان انا سمنه او زيت انا ديت معلش يا بنات، اصل الفيديو دوت انا كنت عاملاه من مده. اللهم صل على حضره النبي. دي للتخديعه، لا انا هحط زيت مش هحط سمنه. لا اصل انا جه في دماغي ان انا هعملها للبرغل يا بنات، فاهمين الفكره في ايه؟ لكن دوت للتخديعه، فاحنا هنحط زيت هنا عامه.
هنا بقى بوريكم ان انا ايه بعمل التغذيه دي بقى ايه. انا هعملها بطريقه تانية معينه ومختلفه. ايه هي؟ طبعا احنا زي ما احنا عارفين، احنا لما بنيجي نعمل التغذيه للمحشي او للمكرونه بنعملها مثلا ببصل بس، وعامه ايه حسب ما انت بتاخديها، او المحشي بيحب البصل بكتير وكده. بس انا هنا حبيت ان انا اكتر البصل بتاعي عادي، وهدخل فيها فلفل حامي، لاني كنت انا باجي بعمل صلصه المكرونه يا بنات بفلفل عامه، بقطعه كده تقطيع صغير. بصراحه بتودي لي المكرونه طعم تاني ومختلف. فاهمين الفكره في ايه؟ المهم يعني ان انا حبيت ان انا اغير من طعم التغذيه اللي انا معتاد عليها، ان انا اغير في الاختلاف في طعم التغذيه عامه. فاهمين الفكره في ايه؟ فان احنا ما نمسكش على رتم معين او على طريقه معينه، لا، بنحاول نشكل وبنحاول نغير من طعم الاكلات والنكهات اللي احنا بنعملها، حتى لو هي نفس الاكله بس بتعمليها بطريقه تانية معينه. زي موضوع المحشي، في ناس بتحبه ني في ني، في ناس بتحبه لازم التقليه بتاعتها تكون محمره كويسه وكده، وفي ناس بتحب اللي هي تبقى نص سوا. انا عايزه اقول لكم انا بعملها بجميع الاشكال. وقت لما بيبقى جاي لي مزاج ان انا احمر البصلايه جامد بعملها، وقت ما انا عايزه اعملها نص تقليه بعملها، وقت ما انا عايزه اعملها ني في ني بعملها. دي بقى بقى حسب انك انتي هتقدري تقفي تعمليها بالطريقه ازاي، وفي نفس الوقت انتي معدتك عايزاها تاكلها ازاي. لان ممكن تكون مثلا معدتك مثلا تعبانه، فانتي مش عايزه ان انتي تقيلي على نفسك في الاكل وتاكلي براحتك والكلام دوت وكده. فاهمين الفكره في ايه؟ فاحنا هنا انا هخليها انها تبقى نص تحميره، وبعد كده انزل عليها بالفلفل زي ما انتم شايفين كده، انها تتشوح مع بعض. بقى كميه الفلفل دي انا عايزه اقول لكم هي حاميه وبلدي، والشطه مولعه جدا جدا جدا. فانا كنت قاصده ان انا اعملها بالطريقه دي يا بنات، ان انا عايزه اخليها التيست بتاعها عالي جدا من ناحيه الشطشطه عامه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بنقلب كده تقليب مستمر ماشي، ونشوحها. وبعد كده مش هطول عليها اصلا عامه، وهنزل عليها بالصلصه. الطماطم بتاعتنا حمرا، فمش محتاجه ان انت اصلا تقلي البصل جامد. فاهمين الفكره في ايه؟ انا فعلا باجي برضو من ضمن المميزات اللي انا بحبها لما بلاقي الطماطم بتاعتي حمرا وجميله، خلاص ما بتكش على البصل. لكن لو هي مثلا مصفره او خضره، فبتك على البصلايه علشان هي اللي ايه تديني الاحمرار في لون التغذيه، وتبقى ايه محمره كده وحلوه. فاهمين الفكره في ايه؟ هنا بقى زي ما انتم شايفين كده نزلنا بالطماطم بتاعتنا، وبدات ان انا ايه اعمل ايه، اضرب بقيه الطماطم عامه. الطماطم دي كانت بتاعت 5 كيلو من الطماطم، بس انا نقطت منها شويه كده حلوين، ان انا لو عملت سلطه، عملت بتنجان بالقوطه، عملت جبنه بالقوطه. فاهمين الفكره في ايه؟ تبقى موجوده طماطم كده احتياطي ايه في التلاجة لو انا احتجتها لاي امر كان يعني عامه. هنا بقى بدأت ان انا نقلت الحلة بتاعتي في عين تانية اصغر، وعشان خاطر اهدي النار يعني عليها، وبدأت اجيب الصينية بتاعتي علشان خاطر اعمل الفريك بتاعي. هنا بقى الفريك بتاعي انا حبيت ان انا اعمله نفس المحلات بالظبط اللي بتتعمل بره يا بنات، بطريقة جميلة ومميزة، وفي نفس الوقت سهلة وحلوة. تمام. طبعا زي ما احنا عارفين، احنا لما بنيجي بنحب نخترع او بنبتكر اكله معينه، بنحب ان احنا برضك نشوف اللي اعلى مننا هم بيطبخوها ازاي، بحيث ان انتي تبقي عارفه انت هتمشي ازاي او هتعملي ايه في الاكله بتاعتك، لو انت ناويه تغيري فيها اي حاجه او كده، تبقي انت فاهمه الدنيا صح يعني عامه. فانا هنا حبيت ان انا اعملها نفس ما المحلات الكبيره المشهوره بتعملها. تمام. نزلت بالماده الدهنيه بتاعتي زي ما انتم شفتوا كده، السمنه بتاعتي والزيت علشان خاطر تفلفل لي الفريك بتاعي. عايزه اقول لكم ما تستعجلوش عليها، انا هشوحها تشويح جامد يعني، هتاخد مني وقت كبير حلو. فالفكره هنا ان احنا بنحاول ان احنا نطلع حاجه بيرفكت وحاجه كويسه جدا، ان انت اكنك بتاكلي بره في مكان فخم وكده. تمام. انا عايزه اقول لكم يا بنات انا بحب جدا اكل المطاعم جدا 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 جدا، بس لما تكون معموله في البيت. يعني بحب اخد الافكار منهم، بحب ان انا اشوف فيديوهات ليهم بصراحه، وباجي بعد كده اطبقها بقى. فاهمين الفكره في ايه؟ يعني بنطبق بقى مع مثلا خبرتنا بتاعت مثلا اهالينا زمان، فاهمين؟ فبتطلع بقى حاجه احلى واحلى لما تاخدي من هنا شويه ومن هنا شويه والكلام ده وكده.
هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، انا ايه رحت عملت الفرخه بتاعتي ببصلايه عاديه بقرن من الفلفل، ورحت ايه دعكاهم دعكه حلوه ودعكت بيها الفرخه عامه. وبدات رحت جبت الفريك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، حطيته في الطاجن بتاعي، وبعد كده نزلت عليه بكام كوبايه من بثلاث كوبايات من الشوربه بتاعتي، كانت عندي شوربه يعني عامه جاهزه. وبدات ان انا اغطيه بالورق الالومنيوم، وبعد كده دخلته على الفرن مسبق التسخين. وهنا بقى الطريقه بتبقى ممتازه بقى، والنتيجه بتطلع تحفه زي المحلات الكبيره بالظبط. هنا بقى دخلنا على مرحله تانية، وهي كان عندي اللي هو الليمون الايطالي دوت. غسلته غسله كويسه كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى انا اقول لكم، مش اختراع، بس انا عايزه اقول لكم هو فعلا اختراع كان جميل جدا وموفق. الحلوى اللي انا هعملها معاكم ديت حلوى تركيه. كانت الحكايه انا هحكي لكم اللي انا ايه متذكراها. يعني كان في ملك زمان او سلطان هناك في تركيا زمان، كان تعبان جدا، عنده برد شديد جدا، وكان الخدم عنده عمل له الوصفه ديت. والوصفه ديت كانت بالنسبه له الشافي هو الله طبعا، بس ثم الوصفه ديت كانت سبب في شفائه كمان. بس انا عايزه اقول لكم كانت تحفه، بوريكم انا تاخديها بقى. نرجع بقى للوصفه. المهم لما هو السلطان دوت اخد من الوصفه، من الوصفه اللي هو الخادم كان عامله له، فالحمد لله كان تم شفائه من الله ثم من من الوصفه ديت. فامر ان هو يحتفل باليوم دوت ويعمل الوصفه ديت حلوى للاطفال جميعا وللاهل تركيا عامه جميعا كلهم يعني. فعملوها زي مصاصه. فانا عايزه اقول لكم انها بتتعمل مصاصه حلوى اصلا مشهوره موجوده هناك في تركيا، بس والله انا ناسيه اسمها مش متذكراها يعني. فانا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي انا بعملها فعلا بالبرتقال، تمام. وبيتحط فيها فواكه تانية كمان غير البرتقان. بس المهم بيتحط فيها كيوي، بتتعمل يعني بطعم الكيوي، بتتعمل بطعم البرتقان، بتتعمل بطعم الليمون، بتتعمل بطعم التفاح. المهم يعني ايه بتتعمل بكذا وصفة عشان خاطر تكون كويسة وحلوة يعني. فانا المهم يعني اخدتها وعملتها بالفعل. بعملها في الشتاء عشان خاطر بتدي باور وطاقة بس، وبتقوي المناعة يا بنات. جميلة حلوة جميلة جدا، اعملوها وصدقوني تحفة. لما تتاخد منها معلقة على غيار الريق بتقوي المناعة احسن من نروح نجيب الفوار اللي هو فيتامين سي، او نجيب اي حاجة مقويات لتقوية المناعة علشان البرد والكلام دوت وكده. الطريقة دي حلوة وجميلة وكويسة، هتعجبكم ان شاء الله. هي بس بتبقى فيها بس ايه لذة لذة بس لذتها بتبقى جميلة والله. بس هي بتبقى فيها بس ايه موضوع المرارة بتاعت القشر وكده. بس عايزة اقول لكم بتبقوا واخدين الملخص او التركيز الشامل بتاع الفيتامين سي يعني. عايزة اقول لكم بتبقى تحفة جدا جدا جدا. حطينا ايه عليها؟ حطينا القرفة، وحطينا زنجبيل، وحطينا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرفة وزنجبيل، وحطيت قرنفل. والمفروض ان انا احط فيها حبهان، بس للاسف ما كانش عندي حبهان. وحطيت القرفه كمان عيدان، تمام. وزي ما انتم شفتوا كده بنسيبها لغايه اما تغلي، وزي ما انتم شايفينها انها سائله، لكن بعد كده هتلاقيها متماسكه زي المربى بالظبط. طب انا هنا عملتها في كوبايات ايه، خدت من في الكوبايات مقدار معلقتين، وغليت ميه، وعملتها زي العصير الليمون اللي احنا بنعمله الطبيعي لما بيبقى عندنا برد عامه، ماشي. وكان عايزه اقول لكم احلى عصير هتشربيه. المراره اللي فيها يا بنات بتبقى انت بتقدري تستحمليها، لان بيبقى في زمان بنيجي مثلا بندي لعيالنا كده علاج، والعلاج بيبقى مسكر بس فيها مراره. فاهمين الفكره في ايه؟ فاحنا لو اعتبرناها كده هتبقى كويسه يعني. وهنا اكلنا الحمد لله كان خلص.